والتنمية في المغرب عدالة، والآن شيخ عبد الله جبلة يعد الجزائريين بالعدالة والتنمية في الجزائر. الجزائريون قد يقولون هذا الخطاب الانتصاري من الشيخ عبد الله جبلة أكيد ربما تدعمه وقائع أن الإسلاميين طيب. بالتأكيد لهم حضور في الجزائر، ولكن أي إسلاميين هناك من يرى ربما من الجزائر. الجزائريون يقولون ماذا عن نغمة التجريب؟ نعم جربت تيارات أخرى، هل يجب أن يجرب هكذا؟ يعني المسألة ليست تجريب، المسألة مرتبطة أيضا بالمستقبل، لا يجب أن فقط لأنه التيار لم يعطى فرصة يجب أن يمنح فرصة للتجريب. الجزائر ليست أو أي بلد، يعني قد يقول أي مواطن في أي بلد لسنا حق التجارب. يعني ربما الإسلاميون قد يقولون إذا فازوا نحتاج إلى عشرات السنين لكي تثمر يعني مشاريعنا. الشارع في الجزائر يعني حسب ما أفهم منك أنه لا يوجد ثقة ممنوحة يعني بدون مقابل في الجزائر للإسلاميين. من يضمن له؟ يعني لسنا في عصر صكوك الغفران أنه إذا جاء حزب وقال بأنه أضمن لكم الآن، أنا لم تجربوني، جربوني فقط وسأحقق لكم كل أمانيكم. من يضمن للجزائر صراحة؟ ثم هذا خطاب ربما استسهالي، يعني أنه لم يجرب الإسلاميون، يجب أن يعطوا فرصة للتجريب. لا نعود للشيخ عبد الله. يعني هناك مثل جزائري الحفاف يتعلم في راس اليتامى كما يقول اليتامى. شيخ عبد الله أعود لك يعني حتى تعلق يعني أخيرا، وأيضا أود أن أسألك أنه هل النظام الجزائري سيوفر الأجواء الديمقراطية الحقيقية لانتخابات حرة؟ اولا فيما بعض ما سمعت، وان كان لم اسمع كل كلام ضيفك يعني، لكن فهمت منه انه لا الجزائر ما يشحق التجارب. هذا الكلام لا معنى له. هذه هي طبيعه الديمقراطيه. الشعوب في العالم المتقدم العريقه في البناء في التحول الديمقراطي لماذا تعطي ثقتها لهذا الحزب وبعد حين تنزع ثقتها منه وتعطيها للاخر بحسب نسبة نجاحه في تجسيد ما وعد به مواطنيه أثناء الحملة الانتخابية. إن نجح في ذلك جددت ثقتها فيه، وإن لم ينجح في ذلك حولت ثقتها إلى غيره. هذه هي طبيعة الأشياء، وهذه هي طبيعة الديمقراطية. أما الزعم بأن لا هذه حق التجارب وما حق التجارب، هذا كلام عام إنشائي لا معنى له ولا قيمة له أيضا لدى الناس بالمعايير. طيب المتسلطون في الجزائر عقود وهم يقولون ويجربون، يقول امنحونا فرص. يعني من يضمن للجزائر؟ أي ما هي خطتكم شيخ عبد الله؟ هل تضمنون للجزائر في عشرية أن تحققوا العدالة والتنمية، أم عليه إذا فشلتم قد تقولون قد تحملون قوى خفية، قوى ضل في عدم النجاح مثلا؟ دعنا نسمع استاذ جمال تعليق اخير من الشيخ عبد الله. نعم، هذه قمة الموضوعية، هو أن تنصف غيرك من نفسك. هذا القرآن الكريم علمنا هذه المعاني، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فهذه قمة الموضوعية. قمة الموضوعية هو أن تنصف غيرك من نفسك، أن تقول لغيرك ما تقوله لنفسك، وأن تنصفه كما تنصف نفسك. تمام. ولذلك قلت ما قلته من قبل، أن الشعب يختار، فلما تحترم إرادته فذلك من اختارهم، إن أحسنوا أحسن إليهم، وإن أساءوا عاقبهم. وضحت الفكرة. شيخ عبد الله جاب الله، شيخ عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية في الجزائر، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وعلى هذا التحليل. كذلك شكر لضيفي الأستاذ جمال الدين طالب الكاتب والصحفي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.
من جديد أهلا بكم.